تعالى نحسبها بالعقل وبالمنطق ونعرف ايه هو التعلق. معناها ان انا اكون متعلق بشخص. لما اكون متعلق بشخص معناها ان الشخص ده بالنسبه لي هو المصدر الوحيد والمتاح امامي لاشباع الاحتياجات والنفسيه والعاطفيه اللي عندي. كل واحد فينا كبشر عنده احتياجات نفسيه وعاطفيه، فلما يلاقي حد بيشبعها له بشكل كامل بيحبه وبيتعلق فيه. احتياج للامان، احتياج للحب، احتياج للاحتواء، احتياج للتفاهم، احتياج للاستماع، احتياج للتقدير، احتياج بالفخر، احتياج بالاعتراف، احتياجات لا تحصى ولا تعد. فكونك متعلق بالشخص ده فربما تكون انت مش متعلق بيه كشخص، انت متعلق بيه كمصدر لاشباع الاحتياجات النفسيه والعاطفيه اللي عندك. كل ده لحد دلوقتي طبيعي، ما اقدرش الومك عليه لانك بشر، كلنا بنحس بالمشاعر دي. بس اللي مش طبيعي انك تسكت اول ما يظهر المنافس الشرس على الساحه. الكبرياء. المنافس الشرس، لما تلاقي المنافس ده ركب الشخص اللي انت مرتبط بيه وبقى بيكابر، بقى بيعاند وبيقول كلام بيتعارض مع مفهومك انت عن نفسك، فبتحس باضطراب. لا مش انا اللي اتقال لي كده. هنا بقى بتبدا المعادله الخطيره، ورقه وقلم وخد عندك. في الاختبار الصعب ده قدامك خيارين: اما تفضل كرامتك على ارتباطك وادمانك للاحتياجات النفسيه والعاطفيه بسبب الشخص ده كمصدر اساسي ومتاح ووحيد، او انك تتمسك باحتياجاتك النفسيه والعاطفيه بايدك وبسنانك على حساب حاجه اسمها كرامه. بيني وبينكم 90% من الناس بتختار التاني، بيختاروا احتياجاتهم على حساب كرامتهم، وبيبرروا ده بقى في عقليتهم، بيقولوا الحب ما فيهوش كرامه. لا يا صديقي، الحب فيه كرامه الى ان ياتي ذلك الشخص الذي يستطيع ان يثبت لنا العكس. فلما انت سيادتك تفضل احتياجاتك النفسيه على حساب كرامتك، هنا بيحصل لك خلل نفسي بيتعارض مع الفطره اللي ربنا خلقك عليها. وخليني اقول لك، اغلب الناس بتفضل مكمله ومعميه وبتتساب وبتتخذل. ويا ريت كده وبس، دول بيحسوا طول الوقت اللي هم موجودين فيه في العلاقه ان في حاجه ناقصه، عقده في السلسله كده مفقوده، فمش مديه السلسله اي قيمه. تحس ان هو موجود بس مش موجود، فمش بيشبعه. تخيل تروح تروي عطشك في حاجه انت عطشان لها، فتعطش اكتر لما تلجأ لها. فيا صديقي، كل الخيارات متاحه قدامك، هو قرار الواحد بياخده وساعتها تبدا تتغير كل حاجه من حواليه. بس انا حابب اقول لك جمله وحطها حلقه في ودنك عشان ابقى فوضت امري الى الله: اذا اكرمت نفسك سيكرمك الله، وسيسخر لك من على الارض لاكرامك. واذا اهنت نفسك زرع الله في قلبك الهون والضعف واهانك الناس، لانك قد فرطت في اغلى شيء قد ملكك الله اياه، الكرامه. وايا كان القرار اللي انت هتاخده، حابب اقول لك حاجه اخيره: المشاعر النفسيه بتتعوض بس الكرامه مش بتتعوض. انا هنا كلامي خلص، بس انا حابب اشكر من قلبي للناس اللي عارفه نفسها، اللي دعمتني في بدايتي على اليوتيوب بسبسكرايباتهم ولايكاتهم وكومنتاتهم. انا بوصل لكم رساله ان انا بحبكم جدا جدا، وعلشانكم انا هبذل اقصى جهد عندي علشان اوفر لكم كل اللي انتم محتاجينه من المعلومات والتخاطر والجلسات وفك التعلق والاستشفاء الذاتي والتنميه الايحائي وكل حاجه ربنا من عليا بيها بعلمه.